نفتتحوا جلستنا بأمرين. أولا نفتتحوها كما عودنا الخطاب تحية إلى المقاومة الفلسطينية وبالانتصار اللي حققته. إن شاء الله يكون الانتصار هذا بادرة لانتصارات أخرى، والقطاع هذا راهو متبني القضية هذه، والقطاع هذا راهو متبني تجريم التطبيع في الدستور الروسي، والقطاع هذا يعتبر من القضية هذه قضية أساسية ورئيسية بالنسبة لي. الأمر الثاني نفتتحوا الاجتماع بتاعنا بالنشيد الوطني. يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الزملاء الذين أنجحوا هذا الإجراء. المعطيات الأولية تؤكد على الأقل جهويا محليا نجاح هذا الإضراب بنسب فوق حتى التوقعات التي رسمناها، ومن بعد نمدكم بالنسب الكاملة. تحية قلت إلى كل الزملاء الذين اقتنعوا بمشروعية مطالبنا، واقتنعوا بأن ما مارسته وللأسف وزارة التربية معنا لا يرقى إلى ما قدمه هذا القطاع من نضال، سواء في عهد الدكتاتورية أو في أيام الثورة أو ما بعد الثورة. كنا من القطاعات القليلة التي لم تضرب بعد الثورة، ولم تدخل في المغضبية المفرطة، ووقعنا اتفاقيات بعقلانية وأغلبها لم يكن له مردود مالي مباشر. وتوقعنا أن هذا الخط الذي رسمناه وهو خط يبتعد كل البعد عن الانتهازية، أردنا أن نحقق مطالب مزمنة للقطاع دافعنا عنها في دفاعنا السابق، ولم يكن دفاعا فقط في مطالب فقط، وإنما كنا ندافع ونهتم حتى بالشأن العام في البلاد. والاتحاد هذا يعرف أن في طليعة التحركات الاحتجاجية اللي وقعت قبل الثورة وأيام الثورة وفي السابق وفي كل الاحتجاجات سواء المتعلقة بالشأن الوطني أو بالشأن القومي، كان الأساتذة والمعلمون وبعض القطاعات القليلة مثل الصحة والبريد هم في الصفوف الأمامية. قلت كنا نتوقع أن يكون رد الوزارة أكثر احتراما، لكن فوجئنا واحنا بدأنا نستشف ذلك منذ بداية السنة الفارطة في نوع من التنكر من الاتفاق في تطبيق الاتفاقيات، لكن قررنا ظهر في نهاية السنة الفارطة إضرار. لكن بعد جلسة واحنا ديما نشوف بحسن النية، جلسة التزمنا فيها بإلغاء الإضرار، وتعهدت فيها الوزارة بتفعيل كل الاتفاقيات المنضبطة، كما تعهدت بإصدار التراتيب والمناشير المتعلقة بها، وتعهدت أيضا باستكمال التفاوض في كل ما بقي عالم. نفاجأ هذه السنة بأن زمن الاتفاقيات قد مر، وجزء من هذه الاتفاقيات كان المفروض أن تطبق منذ 15 سبتمبر، لكن رغم هذا التعهد لم يصدر شيئا. وأكثر من ذلك نفاجأ بمنشور من وزير التربية، هذا حتى ليس سهوا وإنما هذا منشرات تبعث على الحيرة، من بينها أن منشور من وزير التربية إلى كافة المندوبيات الجوهرية يطالبها بعدم سحب منحة العودة المدرسية على الأساتذة المكلفين بعمل إداري، وهذا الاتفاق كان المفروض أن يبدأ في 15 سبتمبر. ليس سهوا وإنما إصرار على عدم تنفيذ اتفاقية التزمت الوزارة بتطبيقها.
هذا أمر قلت محير يجعلنا نشك ما الذي تغير في وزارة التربية. ربما تغير الرأس، لكن الأطراف والجسد وآليات العمل بقيت هي نفسها. أساليب المماطلة والتسويف لم تتغير وبقيت متواصلة. حتى عند الاحتجاج على ذلك كانت دائما ادعاءنا أن هذه المطالب نعترف بها ولن لا نشكك في مشروعيتها، لكن نأتي للتطبيق نجد عكس ذلك تماما.